عصابة إجرامية اقتحمت فرح ابن أغنى رجل في العالم عشان تسرقه، وما يعرفوش إن صاحبة العروسة تبقى عميلة في CIA. وعشان نعرف إيه اللي هيحصل معاهم نصلي على النبي الأول ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا بباريس مع بنت اسمها سام، وهي رايحة مع أصحابها يسهروا في ملهى ليلي، وبنعرف إن سام واخدة أجازة من شغلها مخصوص عشان تقضي اليوم ده معاهم، وكلهم متجمعين لأن صاحبتهم بيستي هتتجوز قريب جدا وهتودع أيام العزوبية. بس لما بيوصلوا عند الملهى الليلي بيرفض موظف الأمن يدخلهم لأنه أساسا مش فاهم لغتهم، فبتتغاشم عليه سام بس برضه بيفضل مكشر في وشه. وساعتها بتظهر واحدة اسمها نادين وبتدخلهم كلهم الملهى الليلي، فبتتصدم سام لأن نادين دي تبقى زميلتها في الشغل، وأصلا هي جاية تعرفها إن ميعاد المهمة بتاعتهم اتغير وهتتنفذ الليلة. وبنكتشف وقتها إن سام بتشتغل عميلة سرية في CIA، وبتطلب منها نادين إن هي تمشي كمان ربع ساعة من الحفلة عشان يبدأوا المهمة. فبتتعصب سام لأن ده يوم أجازتها، وكمان بتحتفل بزميلتها بيستي اللي هتتجوز، لكن نادين بتفهمها إن هي مجهزة كل حاجة ومفيش أصلا حد هيلاحظ اختفائها من الحفلة. فبتضطر سام إنها تنفذ كلام نادين وبتروح تقضي الربع ساعة دي مع أصحابها الأشقياء جدا. وفي نفس الوقت ده بنشوف باقي زمايل سام وهم بيجهزوا نفسهم للمهمة، وبنعرف إنهم بيراقبوا مجرم شديد الخطورة اسمه ماجنسون ومستنينه يظهر. وسام في الناحية التانية بتقضيها لعب مع الفرق الاستعراضية هي وصاحبتها بيستي، وبعدها بتخلع من الملهى الليلي وبتروح للمكان اللي هتنفذ فيه المهمة. وفي نفس اللحظة دي بيظهر ماجنسون وبتقدر سام إنها تحدد هويته وبتبعت صورته بسرعة لزمايلها، لكنها بتتصدم لما بتلاقي واحدة جاية تسلمه سلاح بيولوجي ممنوع دوليا. وساعتها بتقرر سام إنها تهجم عليه قبل ما يهرب منهم، ومع إن مديرها اللي اسمه جيري رفض بس هي بتنفذ اللي في دماغها وبتطارده، لكن رجالة ماجنسون بيشوفوها وبيهجموا عليها عقبال ما زعيمهم يهرب من المكان. فبتنزل سام فيهم ضرب لحد ما بتكسرهم وبتطلع تجري ورا ماجنسون. وطبعا جيري بيلعن اليوم اللي عينها فيه وبيبعت وراها طيارة درون عشان يراقبها ويعرف تحركاتها، لكن المجنونة بتضرب عليها النار وبتفرتكها خالص وبتكمل مطاردة ماجنسون وبتخلص على أي حد تشوفه من رجالته. وأول ما بتوصل له بتتفاجئ إنه معلق جيري مديرها على سور الكوبري وبيهددها إنه هيرميه لو ما سابتهوش يمشي. فبتتجمد سام مكانها لأنها خايفة على مديرها جيري، لكن أول ما بتشوف عربية طماطم بتقرب منها بتضرب النار على ماجنسون وبتقتله، وبيقع جيري على الطماطم وهو ميت من الرعب، وبيوعد سام إنه هيرفدها. وفي الوقت ده بتكون بيستي أخدت بالها إن سام اختفت من الملهى الليلي، بس هي بتظهر في اللحظة المناسبة وبتعتذر لهم على التأخير، لكنها بتتفاجئ لما بتلاقي بيستي بتطلب من فيرجينيا أخت خطيبها إنها تكون وصفتها في الفرح. وبنعرف إن سام أصلا مش بيطيق البنت دي، وأنا كمحمد مش عارف ليه. المهم إن فيرجينيا بتوافق بدون تردد وبتكون فرحانة جدا، وطبعا سام بتزعل وبتقرر إنها تمشي بعد ما كانت هي الراعي الرسمي لفرح صاحبتها. وبعد شوية بيتجمع فريق المخابرات السري وكلهم بيهزقوا سام لأنها متهورة جدا وكانت هتقتلهم، لكن سام بتقول لهم إنها قدرت تجيب السلاح البيولوجي وأنجزت المهمة. بس جيري بيتعصب جدا لأنها خلته يعملها على نفسه من الخوف، وبيقرر إنه يديها إجازة مفتوحة عشان يعاقبها. لكن بعد ما بيمشوا بتلاحظ نادين إن هي متضايقة، ولما بتسألها بتحكي لها سام اللي حصل معاها في الملهى الليلي. فبتتأثر نادين وبتعرض عليها تنفذ مهمة سرية عشان تغير جو وكمان تهدي أعصابها، وبتشرح لها إن هي هتسافر لجزيرة في جورجيا بيمتلكها واحد اسمه مارك عشان تراقب عيلته كويس جدا، وبتطلب منها إن هي تلبس فستان منحرف شوية لأنها تحضر فرح ابنه اللي اسمه ريان. فبتتصدم سام لأن ريان ده يبقى خطيب صاحبتها بيستي، وبترفض إنها تنفذ المهمة. وطبعا نادين بتكون مصدومة هي كمان، لكنها بتقدر تقنع سام إنها تنفذ المهمة في مقابل إن هي ترجع شغلها في الوكالة. وفعلا بتسافر سام تاني يوم للجزيرة وبتكون مبهورة جدا بجمال القصر والديكور بتاع فرح صاحبتها، لكن أول ما بتشوفها بيستي بتستغرب جدا إنها جاية تحضر الفرح بعد اللي حصل. فبتقول لها سام إنهم إخوات مهما حصل بينهم وما ينفعش يعني تسيبها يوم فرحها. بس وقتها بتظهر فيرجينيا وبتتصدم جدا لما بتشوف سام وبتشتمها في سرها، لكن بيستي بترحب بيها وبتعرفها على خطيبها ريان اللي بيكون فرحان جدا بوجودها معاهم. وطبعا فيرجينيا بتتعصب جدا لأنها مش طايقاها وبتعرفها على مكان غرفتها اللي هتتنيل تنام فيها. وفي اليوم التاني بيكون في تجهيزات مع الضيوف عشان الفرح، لكن وقتها ليدي صاحبة سام بتشوف الشخص اللي هيعمل عقد الزفاف بتاع بيستي وبتعجب بيه جدا، وهو كمان بيلاحظ نظراتها الرشيقة وبيقرر يروح يتعرف عليها. وفي اللحظة دي بيدخل القصر واحد أمور حبتين اسمه كريس وبيكون صاحب ريان، وبنعرف
بتعرف ان فيرجينيا معجبة بيه وهتموت وتتجوزه. وبالليل بنشوف بيستي وهي بتنادي على الضيوف عشان تجمعهم كلهم، وبتعرفهم انها تعمل بروفا للرقصة اللي هترقصها مع اصحابها البنات في الفرح. لكن فيرجينيا وقتها بتطرد سام لانها ما حضرتش معاهم البروفا الاولى وهتعطلهم، فبتتضايق سام وبتروح تقف بعيد تتفرج عليهم. لكنها بتلاقي بوسة قدامها فبتجيلها فكرة جهنمية، وفعلا بتحط جواها شوكة وبتضربها على فيرجينيا وبتخليها تدلع على وشها وهي بترقص وبتقع في الزرع. بس المفاجأة ان كريس شاف اللي هي عملته وبيتضايق لما بيلاقيها فرحانة فيها. وفي ناحية تانية الحراس بتوع شاطئ الجزيرة بيلاحظوا ان في لانشات بتقرب منهم، لكن فجأة بيتضرب عليهم نار كلهم وبيقعوا ميتين في ثواني. وبنكتشف ان دي عصابة محترفة جدا وشكلهم كده جايين يعملوا مشاكل في القصر. وبتكون سام بتكلم نادين وبتقول لها ان هي زهقت وعاوزة تمشي لان مفيش حد مرحب بيها في الفرح، فبتهديها نادين وبتفكرها انها ما اخدتش اجازة بقالها سنين ولازم تستمتع بوقتها. واثناء كلامهم بتشوف سام واحد معدي من جنبها وشايل في ايده شنطة كبيرة، فبتصوره بسرعة وبتبعته لنادين لانها شاكة ان الشنطة دي فيها سلاح. بس نادين بتفهمها ان شكله عادي جدا وان اكيد الشنطة اللي معاه دي فيها الجيتار بتاعه. ولما بتقفل معاه سام بتلاقي كريس جاي يفاجئها انه شاف اللي هي عملته مع فيرجينيا وبيعزمها على مشروب لانه عاوز يتعرف عليها. فبتضطر سام انها توافق وبتعرفه على نفسها وبتقول له انها بتشتغل في بيع القطط الهجينة. وطبعا كريس بيضحك على الشغلانة بتاعتها لكنه بيعترف لها انه معجب بيها، فبتفرح سام وبيفضلوا يتكلموا سوا وبيضحكوا بصوت عالي. ولما فيرجينيا بتشوفهم مع بعض بتكون هتولع من جواها. وتاني يوم بيجي وقت جلسات البنات عشان يبقوا جاهزين للفرح، وفيرجينيا بتروق على اصحابها كلهم لكنها بتاخد سام بعيد عنهم عشان تكلمها في موضوع كريس. وبتحكي لها ان ابو كريس اتسجن من 4 سنين وابوها هو اللي انقذ كريس بعد ما كان هيعلن افلاسه، وبتطلب منها ما تتكلمش معاه تاني لانه يخصها وفي المقابل هتخليها تشارك معاهم في الزفاف. فبتفكر سام شويه وفي النهايه بتوافق وبيروحوا كلهم يلبسوا الفساتين بتاعتهم. لكن في الوقت ده بنشوف العصابه وهي متجهه لشاطئ الجزيره، واول ما بيوصلوا بيبداوا يجهزوا اسلحتهم وشكلهم كده هيخربوا الدنيا. وسام وقتها بتلاحظ ان بيستي متوتره جدا فبتقرر انها تروح تهديها، لكن بيستي بتضحك وبتقول لها ان هي كانت كويسه جدا قبل ما هي تيجي، وبتطلب منها تمشي لانها اصلا كانت بعيده عنها لمده طويله وجايه دلوقتي تبين انها قريبه منها. وطبعا الكلام ده بيضايق سام وفعلا بتسيبها وبتمشي وهي بتعيط بحرقه شديده. وبتطلع بيستي تقابل عريسها ريان وهي فرحانه جدا، بس فجاه واحد من موظفين القصر بيطلع رشاش وبيضرب نار في الهواء، فبيخافوا كلهم وبينزلوا على الارض في الوقت اللي بتظهر فيه باقي العصابه وبتحاصرهم. وزعيمهم اللي اسمه كوريت بيقول لهم انه هيبقى ضيف خفيف عليهم وبيتمنى ما يقتلش حد فيهم قبل ما يمشي. وبعدها بيدخلهم كلهم جوه القصر وبياخد عيله ريان كلها في غرفه لوحدهم، وهناك بيفاجئهم كوريت لما بيفتح الخزنه السريه بتاعتهم. لكن الصدمه الاكبر انه عارف انها بتتفتح عن طريق الخواتم بتاعتهم وكمان بصمه عينيهم، وبيروح ياخد الخاتم بتاع مارك وبيحطه في الجهاز وبيخليه يفتح البصمه بعينه، وبعدها بيبدا يكتب الرقم السري اللي قدر يسرقه منه. لكن فجاه بيوقفوا كريس وبيعرفوا انه غير الباسورد وخلاه نفس يوم عيد جوازه، فبيتصدموا كلهم لما بيكتشفوا خيانته ليهم، واولهم ريان اللي بيحاول انه يكدب عينه ومناهرته على صاحب عمره بيقرب منه عشان يضربه. لكن فجاه واحد من العصابه بيضربه بالنار في رجله وبيخليه يصرخ من الالم. وبره القصر بتكون سام شايفه كل اللي بيحصل وبتقرر انها تتدخل عشان تنقذ صاحبتها بيستي، واول حاجه بتعملها بتروح تغفل واحد من العصابه وبتنزل فيه ضرب لحد ما بتقتله، وبعدها بتروح لغرفه المراقبه وبتخلص على المجرم اللي فيها بمهاراتها القويه. وبتراجع في الكاميرات وبتعرف ان الضيوف كلهم محبوسين في الغرفه الرئيسيه، لكنها بتتصدم لما بتعرف ان كريس يبقى اساسا فرد من العصابه. واول ما كوريت بيعرف اللي حصل بيقرر انه يبعت كريس عشان يخلص على الجاحد اللي قتل رجالته. وطبعا سام بتشوفه في الكاميرا وبتروح تمثل عليه انها خايفه ومرعوبه من ضرب النار اللي حصل، فبيطمنها كريس انه هيحميها ومش هيخلي حد يقرب منها. لكن سام وقتها بترفع عليه المسدس وبتلاقي زعيم العصابه ضحك عليه ومديله مسدس فاضي، فبيتعصب كريس وبيهجم عليها وما كانش يعرف ان هي هتكسر عظمه بعصايه البيسبول. لكن قبل ما تقتله بتظهر رجاله العصابه وبيضربوا عليها النار، فبتنط سام من الشباك وللاسف بتقع على عربيه نقل وبتموت من الصدمه. ولما بيروح واحد منهم يتاكد انها ماتت بنكتشف انها لسه عايشه وبتهجم عليه بشراسه لحد ما بتقتله. وفي الوقت ده بتروح بيستي تطلب من كوريت زعيم العصابه انها تنزل تجيب اكل من المطبخ لانها جعانه، فبيوافق كوريت لانه اصلا معجب بجمالها قوي وبيبعت معاها 2 من رجالته. وسام وقتها كانت في المطبخ بتعالج الجرح بتاعها وبتاكل شويه
شوية جاتوه، لكن أول ما بتسمع صوتهم بتاخد السكينة وبتروح تستخبى وبتستنى اللحظة المناسبة وبتحدفها على واحد من العصابة وبتثبت ايده في الحيطة، وبعدها بتشتبك مع التاني اللي بيفتح عليها الرشاش عشان يقتلها، بس هي بتحمي نفسها بالصينية دي وبتنزل بيها على دماغه لحد ما بتقتله. لكن وقتها بتظهر مجموعة تانية من العصابة بعد ما سمعوا صوت ضرب النار وبيهاجموها، وطبعا سام ما بيكونش معاها أي سلاح فبتستخدم أي حاجة قدامها عشان تتخلص منهم، وبتمسك خرطوم المطافي وبتنزل ضرب في الباقي لحد ما بتقتلهم كلهم. وكل ده صاحبتها بيستي مش مصدقة اللي هي بتعمله وبتسألها هي بتشتغل ايه، فبتكشف لها سام انها عميلة سرية للمخابرات وده السبب اللي مخليها مشغولة عنها دايما. وساعتها بتتصدم بيستي وبتحاول تعتذر لها على اللي حصل منها في الفترة الأخيرة، بس أول ما عينيها بتيجي على الساعة بتعرف ان كورة قرب يفتح الخزنة السرية، لكن سام مش بتهتم قوي لانه اصلا مش هيقدر يفتحها من غير الخاتم الاخير اللي معاها. وساعتها بيكتشف كريس ان الخاتم ضاع منه، وكورة طبعا بيهزقه لانها ضحكت عليه وسرقته منه، وبعدها بيكلمها على اللاسلكي وبيطلب منها تيجي تسلمه الخاتم بدل ما يبعت رجالته يقتلوها، فبتقول له سام غطيها ونام وبترمي الجهاز في البسين. وساعتها بتطلب منها بيستي انها تنضم ليها في مواجهة العصابة عشان تنقذ اهلها، فبتوافق سام وبتديها المسدس وبتطلب منها تسلمه لابوها لانه الوحيد اللي هيعرف يستخدمه، وبتعرفها ان هي هتروح تلفت انتباه العصابة وهتديها اشارة عشان تهرب اهلها من القصر. فبتروح بيستي فعلا للعصابة وبتقول لكورة ان سام لسه عايشة وناوية تنتقم منهم كلهم، وطبعا الكلام ده بيعصبه جدا وبيخليه يبعت نص رجالته عشان يقتلوها، وبيأمر الباقي انهم يرجعوا بيستي وريان لغرفة الرهاين، وهناك بتكشف لهم بيستي ان سام جاية تحررهم بس لازم يساعدوها. وفي الوقت ده سام بتشوف افراد العصابة وهم بيدوروا عليها، فبتفتح عليهم رشاشات المية وبتوصل فيهم سلك الكهرباء وبتشلوحهم كلهم. ولما كورت بيعرف انهم ماتوا بيتحرك برجالته كلهم عشان ينتقم منها، بس وهم بيدوروا عليها بيقعوا في الفخاخ اللي هي زرعاها وبيموتوا واحد ورا التاني. وجوه القصر بتمثل زوي اللي بتكون حامل انها تولد دلوقتي، وباقي اصحابها بيستنوا لما العصابة بتقرب منها وبيضربوهم كلهم وبعدها بيكتفوهم، وعلى طول بياخدوا الاسلحة اللي موجودة في القصر وبيبداوا يحرروا باقي الرهاين، وبعدها بيتحركوا بيهم من النفق السري بتاع القصر عشان يهربوهم. وسام في الناحية التانية كانت بتشتبك مع افراد العصابة وبتحاول تقتلهم، وبتمسك سلاح RPG وبتفرتك بيه مجموعة كبيرة منهم، لكن للاسف بتتصاب بطلقة في دراعها والعصابة بتحاصرها وبيقبضوا عليها، وكورت بياخدها للغرفة اللي فيها الخزنة عشان يفتحها بالخاتم اللي معاها. وفعلا الخزنة بتتفتح وسام بتتصدم جدا لما بتلاقي كمية كبيرة من سبائك الذهب جواها، وعلى طول بتبدأ العصابة تخرج الذهب وبتنقله للمراكب بتاعتهم. وبيستي واللي معاها كانوا وصلوا لنهاية النفق لكنها بتبقى عاوزة ترجع لصاحبتها سام، فبتحاول تقنع الباقي انهم لازم يرجعوا وينقذوها، وفعلا بيوافقوا كلهم وبيرجعوا للنفق مرة تانية. وفي الوقت ده كورت كان بيدور على طريقة جديدة يقتل بيها سام بعد اللي هي عملته فيه، فبيطلب منه كريس انه يديله الهارد اللي عليه معاملات ابوه ودليل براءته، لكن المفاجأة ان كورت بيضحك وبيقول له ان مفيش اتفاق بينهم وانه كان مجرد طعم عشان يوصله للقصر. فبيتعصب كريس وبيهجم عليه بس كورت بيرنه علقة موت وبيرميه على الارض، وطبعا سام استغلت الفرصة وهربت منهم، بس كريس بيصعب عليها وبترجع تدي لكورت رجل في وشه وبتكومه في الارض وبيهربوا هما الاتنين، لكن حظهم المنيل بينزلوا جوه غلاية مية ورجالة العصابة بيقفلوا عليهم. وساعتها كورت بيضحك وبيقول لهم انه هيشويهم على نار هادية، وفعلا بيخلي رجالته يشغلوا الغلاية وبيسيبوهم وبيمشوا. فبتحاول سام تلاقي طريقة يهربوا بيها قبل ما المية تغلي وتسلخهم، لكن مش بيلاقوا اي حل قدامهم غير انهم يخبطوا على الجدران وبيصرخوا. وفي الوقت ده كانت البنات وصلت للقصر وبيدوروا عليهم في كل مكان، واول ما بيسمعوا صوتهم بيروحوا بسرعة يفتحوا الغلاية وبيتفاجئوا انهم خارجين منها. فبتقوم سام بسرعة تجري ورا العصابة قبل ما يهربوا بالذهب من الجزيرة، لكنها مش بتلاقي حاجة توقفهم بيها غير المدافع الأثرية بتاعة القصر، فبيساعدوها البنات في تحريك المدفع وبعدها بيضربوا القذيفة عليهم، لكن للأسف مش بتأثر في العصابة اللي بيتحركوا بسرعة عشان يهربوا من الجزيرة. فبتقرر سام انها تضرب المدفع كله عليهم والمرة دي بيدمر أكبر مركب فيهم، وبعدها بتدخل جوه أنابيب الهواء هي وبيستي عشان تلحقهم، وبيركبوا واحدة من المراكب بتاعتهم عشان يطردوهم، لكن العصابة بتضرب عليهم النار. وهنا سام بتكتشف ان المركب مزودة برشاشات فبتفتحها عليهم وبتفجر مركب منهم، وبنشوف كريس وهو رايح يسرق عربية وبيطاردهم بيها عشان يوصل للهارد اللي مع العصابة. وسام وقتها كانت قدرت تخلص على افراد العصابة، وبتنط هي وبيستي على المركب اللي فيها كورت وبيشتبكوا معاه هما الاتنين، وبتقدر سام انها تكسر سبائك الذهب على دماغه، وبعدها بتربطه بالسلاسل
وبتخلي بيستي ترمي الهلب بره المركب الهوائية وبيتسحب من قفاه. لكن في الوقت ده كريس بيوصل لهم وبيهددهم بالمسدس انهم يسلموا الهارد والا هيقتلهم، فبتدور بيستي عليه عشان تديهوله، بس فجأة بتاخدها سام بالحضن وبتفتح المظلة اللي بتبعدهم عنه، وساعتها بيتفاجئ كريس انه داخل في اليافطة بتاعة الفرح بالمركب وبينفجروا هما الاتنين وبيقتلوه. وبنشوف وقتها سام وبيستي وهم فرحانين جدا باللي عملوه في العصابة. ولما بيرجعوا لباقي اصحابهم بيلاقوا فريق عمليات خاصة وصل للجزيرة، والفرقة بتاعت سام بيكونوا مش مصدقين انها قدرت تخلص على العصابة كلها لوحدها. وبيقرر وقتها جيري مديرها انه يرجعها الشغل مرة تانية، لكن بيستي بتقول لهم محدش هيتحرك من هنا قبل ما يعملوا الفرح بتاعها، فبيضطروا ياخدوها على قد عقلها وبيبقى منظرهم عرة خالص في الفرح. بس فجأة بيظهر كريس اللي نجا من الانفجار وبيضرب نار في الهواء وبيهددهم كلهم انه هيفجر المكان بالقنبلة اللي معاه لو ما اخدش الهارد حالا. فبيتصدموا كلهم، لكن سام بتروح تتفاهم معاه وبتقول له ان ابوه عمل جرائم كتيرة جدا ولازم يتحاسب عليها، وبتعرفه ان الهارد اصلا عليه معلومات تودي ابوه ورا الشمس. فبيقتنع كريس باللي هي قالته وبيسلم نفسه للشرطة، وبعدها بيروحوا كلهم يكملوا الاحتفال بالعروسة اللي وشها فقر جدا من اول الفيلم. ولحد هنا يا صديقي العزيز بيخلص فيلمنا، واتمنى لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك وشير للفيديو، وما تنساش تقول لنا رايك في قصة الفيلم مع تعليقك الجميل. وطبعا لو اول مرة تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في اسد الملخصات. ده غير ان سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.